في يوم من الأيام حبينا ننقل من السكن بتاعنا من بيت العيلة كتجديد، يعني علشان نوسع على نفسنا، علشان بقى عندنا طفل صغير. والحقيقة الشقة اللي كانت في بيت العيلة كانت عبارة عن أوضة ومطبخ وحمام وصالة، فكان لازم نوسع على نفسنا، وخصوصا إن الولد صغير لسه وبيفضل صاحي وبيعيط طول الليل، وأبوه ما كانش بيعرف ينام. محمد جوزي فضل يدور على شقة لغاية ما واحد صاحبه قاله إن في شقة قريبة من الشغل بتاعه. بصراحة فرحنا جدا، علشان على الأقل هيكون قريب مننا لو الولد يعني تعب بالليل ولا حاجة، وخصوصا إن جوزي ساعات بيبات كتير وبيسهر في الشغل بتاعه. المهم من ساعة ما سكننا في الشقة الجديدة وأنا حاسة بقبضة في قلبي كده، ما كنتش مرتاحة صراحة، مع إنها كبيرة جدا ومتشطبة كويس كمان. عدت الأيام وأنا حاسة بأرق شديد، ما كنتش عارفة أنام، ولا الولد كمان الصغير كان عارف ينام. وفي يوم بالليل وأنا رايحة الحمام، وده كان أول موقف يحصل لي في الشقة من ساعة ما سكننا فيها، وأنا لسه داخلة الحمام ببص على المراية بالصدفة اتخيلت بعيون حمرا مرعبة في مراية الحمام.